أحلام طلبة تطبيق أوبر وصل لها الكابتن فهد. على فكرة قبل ما أكمل، ترى اللي اختار القصة هم المتابعين في البرنامج الأصفر، وكل ما يصير في القصة من نقاشات أو استفسارات أو استشكالات أو أي سؤال أجاوب عليها بعد القصة في البرنامج الأصفر. شرفوني، حياكم الله. كملوا متابعة. أحلام كانت تستخدم خدمة وصول. خدمة توفرها الدولة للداخلات لسوق العمل حديثا، أنها تدفع عنها الدولة 80% من قيمة الرحلة، فما تدفع البنت إلا ريالات يعني فقط، بشرط أنه يكون نقطة الانطلاق من أو إلى البيت أو العمل. واضح؟ هذا النقطة لابد أن تفهم. ركبت أحلام، طلبت من الكابتن معليش بعد إذنك في محل هنا بس أبغى أنزل قبل ما أوصل. قال لها طيب. توقع إنه محل قهوة يعني ولا بقالة، لكن كان محل ملابس. ودخلت البنت وجلست طولت ما يقارب 10 ربع ساعة، ثم جت. وأوبر ترى يستخدم خاصية أو سياسة التسعيرة الثابتة، فضايق فهد انها طولت يعني، والوقت هذا ربع ساعة كان بإمكانه ياخذ فيها رحلة ثانية ويكسب يعني. فلما ركبت البنت قالت معليش ما حصلت الغرض اللي أبغاه، ممكن يعني معليش بعد إذنك ثاني إشارة على اليسار في محل. فهد قال لا معليش ما أقدر، إذا عندك أكثر من وجهة حطي خيار وجهات متعددة. طبعا البنت ما تقدر لأنها يعني دافعة ريالات فقط، بدل ما تدفع 60-70 ريال ما تقدر تحط أكثر من نقطة ولا بتروح عنها خدمة وصول. قالت مو بكيفك بس هنا محل. قال لا يا أختي بكيفي، يعني أنا ملزم إني أوصلك للنقطة المحددة، عندك أكثر من نقطة حطي وجهات متعددة. قالت لا بتوديني. قال ماني موديك. قالت يعني بتخطفني؟ قال ماني خاطفك، لكن يا تلغين الرحلة يعني أوجهك للوجهة المحددة. قالت لا أنت ألغي. قال أنا ماني لاغي، يخصم مني، أنت ألغي. فهد كان حريص في استخدام العبارات لأنه عنده داش كام، صحيح أنه يصور أمامي لكن فيه تسجيل صوتي. بدت الأصوات تتعالى، مو من حقك بتوديني، لا ماني موديك، إلا مو بكيفك، أنت هنا سواق، لا ماني سواق عند أهلك. هنا فهد قال يا أختي لا تكثرين كلام، أنا متوجه للنقطة أو إلغي الرحلة. وفعلا بدأ ينطلق فهد، والبنت تصيح وقف مدري ايش، وديني روح يسار. قال ماني موديك. انقهرت البنت، انقهرت قهر مو طبيعي. وقف الرحلة بعد ما وصلت، قال لها حسابك 8 ريال. قالت كمان لك وجه تطلب وتقفل الباب بقوة. فهد هنا كل اللي سواه انه يعني تعوذ بالله من الشيطان وكلم التطبيق، والتطبيق عوضه. وسياسة اوبر انه اذا الشخص ما دفع، انه اي عرض كان موجود او خدمة كانت تستخدمها تلغى هذه الخدمة من هذه الرحلة. فبالتالي ما دائما تدفع 8 ريال دفع 60 ريال وخصم منها 60 ريال من المحفظة. هنا البنت عصبت واتصلت على أوبر تبغى تشتكي. وصلت لمرحلة مع الموظف حق أوبر قال لها مالك شيء، إذا عندك أمر توجهي للجهات فعلا البنت حملت تطبيق كلنا أمن ودخلت شافت الخيارات وكانت في قمة القهر وتبغى تنتقم بأي طريقة. بلغت عليه بلاغ تحرش وأنه تحرش بها في السيارة. طبعا هي عارف أنه ما راح يدان، ولكن تبغى تنتقم، تبغى بس كذا يعني يتجرجر في مكاتب الشرطة في النيابة وكذا، وأنه يتقروش وما إلى ذلك. فعلا تقروش فهد، دقوا عليه، جلس معاه الضابط، سمع أقواله. فلانة تدعي أنك تحرشت بها. قال غير صحيح. عدة أسئلة، هل تصادق على أقوالك؟ قال نعم. ثم قال جيب أحد يكفلك. دق على صديق له محامي متدرب لدى إحدى مكاتب المحاماة، جاء وكفله وخرج. المحامي هذا سمع السالفة مات من القهر. رفعت الأوراق إلى النيابة. طلب المحقق مواجهة الطرفين وسوى محضر مواجهة. المواجهة هذه يجلس الطرف المدعي مع المدعى عليه ويخليهم يتواجهون، والمحقق يعني يكتب ما جرى في هذا النقاش في محضر. حضر مع فهد هذا المحامي المتدرب. وهنا ذكاء المحامي المتدرب، وكيف أن المحامين يا إخوان يختصرون يعني لكم يعني كثير من القضايا بسؤال أو سؤالين. سأل سؤال محدد، قال هل تستطيع أن تثبت هذه البنت أنها كانت مع موكلي؟ طبعا سؤال سهل وبديهي، طبعا تستطيع، الرحلة موجودة في التطبيق. وهذا من ذكاء هذا المحامي. أقول لكم ليش. قالت ايوه اقدر، وهذه الرحله وهذه تفاصيلها في اليوم الفلاني من المكان الفلاني الى المكان الفلاني خلال الوقت الفلاني. قال ممتاز، ثبت هذه يا طويل العمر. فعلا ثبتها. قال المحامي هذا تسجيل صوتي لكل ما جرى في هذه الرحله. حفظ المحقق الدعوة، ما رفعها للمحكمة بسبب عدم كفاية الأدلة. ممتاز ممتاز. هنا المحقق برأ فهد من هذه القضية، أو عفوا حفظ الدعوة وما رفعها للمحكمة لعدم كفاية الأدلة. طبعا المحامي هنا ما سكت. يا إخوان، نظام مكافحة جريمة التحرش نص أن العقوبة تكون 2 كحد أعلى، أو 100,000 مع 100,000 غرامة، أو بأحد هاتين العقوبتين، وقد تصل إلى 5 سنوات في حالات معينة ذكرها النظام. ما علينا. ذكر في آخر مادة أن الذي ادعى دعوة كيدية أنه تعرض للتحرش فإنه يعاقب بذات العقوبة، لكن غالبا إثبات الكيدية في الدعوة صعب، يعني مو أي واحد
حفظت دعواه معناته بلغ بلاغ كيدي. قد يكون الإنسان تعرض لتحرش ولكن ما استطاع أن يثبت، هذا ما يسمى بلاغ كيدي. ولكن هنا المحامي لما طلب من المدعى من المحقق انه يثبت الرحله، ليش؟ رفع على البنت انها بلغت بلاغ كيدي في جريمه تحرش، وانها ادعت انه في الرحله الفلانيه انه تحرش بها، وهذا مستند صوتي لكامل الرحله مع التصوير الخارجي لبدايه مكان الرحله ونهايتها، وانه لم يتعرض لها باي لفظ فيه اي دلاله على تحرش. لما طلب المحامي انه يثبت الرحله على اساس لا تدفع بقولها في المستقبل انه لا انا كنت اقصد رحله ثانيه، او مو هذه الرحله، او انا كنت معاه في اكثر من رحله، او هذه الرحله بعد ما قفل المشوار، او ما الى ذلك، فهذا كان ذكاء من هذا المحامي. فعلا ثبتت على نفسها هي هذه التهمه، هذه الرحله، واتى ما يفيد ان بلاغها كان بلاغ كيدي، فحكم عليها القاضي بعقوبه تعزيريه 6 أشهر سجن مع غرامه ماليه 50,000 ريال. رفضت أن تدفع 50 ريال فدفعت 50,000 ريال. اللهم لا شماتة. ولكن يعني شر البلية ما يضحك. ومن هنا نستفيد يا أخوان أنه البلاغات الكيدية، للأسف أني أجد كثير من الفتيات يرفعون بلاغ كيدي بغية الانتقام أو لأي هدف آخر. البلاغات الكيدية في جرائم التحرش أمرها خطير لا يقل خطورة عن فعل المتحرش نفسه، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها للمتحرش.